بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناة عيشي حياتك. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هاخدكم في روتين يوم السمك. هوريكم بعمل ايه يوم السمك، من اول تنظيف السمك وكل حاجة، وازاي بحافظ على مطبخي يبقى نظيف من غير اي زفارة، وازاي بعقم المطبخ وبعيش يوم كامل معاكم من اول ما بعمل السمك لغاية اخر اليوم خالص، ازاي مطبخي بيبقى نظيف. طبعا قبل ما ابدا في الفيديو، انا عندي حلم صغير ممكن تحققوه ليا. يا ريت الفيديو ده يوصل 5000 لايك. حاجه يا بنات ان شاء الله باذن الله مش صعبه عليكم، كل اللي فيها هتضغطي لايك للفيديو من فضلك. انا النهارده طبعا عندنا يوم الاثنين بيكون يوم السوق عندنا، فاحنا جايبين طلبات كده من السوق وجايبين السمك. اول مره في نوع سمك اول مره استخدمه اللي هو سمك السردين. طبعا خدت حاجات التلاجة كلها وقعدت افضيها وارصها عشان احطها رصها في التلاجة. الطماطم والجزر والخضروات كلها هاخدها كده وبعدين اوديها في التلاجة. تمام، دي اول حاجة كده عملتها في اليوم. للعلم الكهرباء كانت قطعة او النور او المية نفسها كانت قطعة، بس انا الحمد لله سيطرت على اليوم ويومي عدى بمنتهى السهولة. وقدرت ان انا برضو اعمل كل الروتين بتاعي من غير ما في حاجة واحدة تنقص منه. المية جت، ولكن انا كنت بحاول استغل الوقت اللي مفيهوش مية واعمل حاجات تانية. اول حاجة بدأت انضف السمك. ليه انا هاخد وقت سمكة واحدة وانضفها معاكم؟ علشان كان في بنوتة كان في فيديو بعمل فيه سمك وقالت لي ازاي السمك البلطي بيتنضف. في بنات مبتدئات يا بنات ما يعرفوش الحاجات دي، فزي ما انت شايفه يا حبيبتي بتجيبي المقص وتاخدي الزعانيف والحاجات بقى والديل بتاعها والحاجات دي وتشيليها زي كده، وبعد كده بتجيبي السكينه وبعدين تكحتي الظهر بتاعها اللي هو الاماكن اللي فيها الصدف دوت، وبعد كده بتفتحيها بالمقص زي ما انت هتشوفي قدام. العبرة من الفيديو النهاردة يا بنات ان احنا ان شاء الله بإذن الله اوريكم روتيني فعلا في يوم السمك. الحاجات اللي بعملها النهاردة في الغالب ما بعملهاش في اي يوم تاني، لان يوم السمك ليه كده حاجة معينة عندي في المطبخ. بقى لازم مطبخي يبقى ريحته نظيفة زي ما دخلته زي ما خرجت منه. اول المطبخ شفته مواعين عندي، السبب ان زي ما انا بقول لكم المية قطع عندي. المفروض ان انا بغسل المواعين الاول وانضف بعد كده ابدا طبخ، ولكن النهارده مفيش ميه، فانا بدات بتنظيف السمك لغايه ما الميه تيجي ربنا بقى يفرجها. هتشوفوا دلوقتي هنبدا نعمل ايه. تابعوني لاخر الفيديو، حاجات جميله جدا ان شاء الله باذن الله تستفيدوا منها. والسمك اللي انا اول مره اجيبه اللي انا قلت لكم عليه اللي هو سمك السردين، لاول مره اجيبه في بيتي. طبعا نضفته وعملته بطريقه زي بتاعه المطاعم، طلع جميل جدا. بس في حاجه حصلت، طلع السمكه المخيفه. في سمكه يا بنات لقيتها في وسط السمك، والله العظيم انا اترعبت منها. طبعا ده السمك هوريكم بيتنضف ازاي الاول وبعدين هحكي لكم على السمكه ايه اللي حصل لي. ده بتطلعيه بايديكي لانه هو بيكون ضعيف جدا، لو عملتيه بمقص بيكون بيتبهدل منك يعني وبيتهربد خلاص. انا دلوقتي المواعين لسه طبعا كما هي مواعين الفطار دي وحاجات دي. طبعا انا بقيت المطبخ نظيف بس دي مواعين الفطار والكوبايات بتاعه اللبن والحاجات دي. طبعا السمك مفيش ميه، هيجيبوا لي ميه بقى عشان اصب كده على اي السمكه المخيفه يا بنات. انا بص اول ما مسكتها حسيت ان معلش بورس او حاجه، انا خفت منها جدا والله. انا دلوقتي وانا اشوف الفيديو اترعبت تاني، كل ما افتكر وانا ماسكاها انا بقلب كده في السمك باخد واحده بواحده وانا بنضف. اول ما مسكتها في ايدي فضلت اصرخ وناديت جوزي، وهو على فكره اللي طلع لي في بطنها. خفت منها جدا، انا كنت عايزه ارميها اساسا. وهتشوفوا دلوقتي وانا بملح برضو ما قدرتش امسكها على اللي عملتها، هتظهر في الفيديو على وهي بتعملها معايا. ما قدرتش خالص ان انا امسكها بايديا، جسمي اشعر. مش عارفه ايه، هي سمكه غريبه كده. دلوقتي يا بنات جبت طبعا ميه لان الميه قطع عندي، فقلت استغل الوقت برضو وانقع السمك في ملح وليمون لغايه لما يفرجها ربنا كده ايه والميه تيجي. قلت برضو هستغل الوقت واعمل دقه السمك. بعملها بطماطم وليمون وخل وتوم وفلفل والبهارات طبعا اللي هي الكزبره والكمون والملح، ده اساسي كده في السمك. في ناس ما بتحطش عليه طماطم بس انا بفضل ان انا احط عليه طماطم. بعملها في الخلاط او في الكبه زي كده، لان انا ما بحبش صراحه اقعد ادق في الهون، بحس انها مش بتتعبني وفي نفس الوقت ما كده يعني. ده طبعا هنا انا بعمل السمك خلاص
وجات السمكه بالله يا بنات ما قدرت امسكها، مش عارفه انا خايفه منها ليه، مش عارفه، انا حاسه انها حاجه حيوان كده او تعبان او البرص، مش عارفه، خايفه منها. علياء جت ربنا يبارك لها وهي اللي هتعملها، وفي الاخر كمان حتى ما مش مستحمله قاعده تخوفني بيها. انا فعلا يا بنات والله اعتبروني كنت زي الاطفال وقتها، مش قادره. يعني زوجي الاول فكر ان انا بهزر، بس انا فعلا ما كنتش قادره، حاسه انها مرعبه جدا. وقلت لعليا حطيها هنا، وفي الاخر برضو ما قدرتش، جبت طبق تاني قلت لها حطيه فيه لوحده يعني بعيد خالص كده، مش قادره خالص تبقى مع السمك يعني. طبعا انا حطيت هنا السمك زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نشوف اللهلوبه. ده اهداء كده ليوميات اسره اسوانيه ام يوسف. بصي يا ام يوسف، انا بعمل اللهلوبه كده يا حبيبتي، بحطها طبعا لو دوبت بالمعلقه ما بتتدوبش قوي، بعمل ايه؟ بجيب المضرب اليدوي، تمام، وتفضلي تدوبيها. لازم تعملي ميه مغليه على اللهلوبه دي. اللهلوبه يا بنات اللي انا كنت عملت عنها ريفيو قبل كده. خلاص، بتحطي اللهلوبه وبعدين تدوبيها كويس جدا، وعبيها في ازايز واستخدمها كمنظف للمواعين، بيكون كويسه جدا، خاصه في يوم زفاره زي كده وفي يوم محتاج الحوض والمطبخ يبقى ريحته جميله، فبستخدم اللهلوبه. تمام، اهي زي ما انتم شايفين عبيتها كده. طبعا يا بنات قناه يوميات اسره اسوانيه غنيه عن التعريف، ملكه الروتينات يعني، يوميات اسره اسوانيه. طبعا الحمد لله يا رب العالمين الميه جت. عملت ايه بقى؟ اول حاجه فضيت الحوض من كل اللي فيه عشان اغسل المواعين كده على رواقه. خلاص، وافضل واظبط الدنيا عشان ابدا بقى ايه، اطبخ واشوف الدنيا عايزه ايه مني. واستنوا عشان هتشوفوني بعد ما السمك بيخلص والمواعين واخر اليوم بعمل ايه في اليوم كله بالترتيب. طبعا هبدا اغسل المواعين يا بنات معاكم. قبل كده في الفيديو اللي فات بتاع الروتين بقول للبنات ان غسل المواعين بعلي هرمون الاستروجين في الجسم، ده دراسات اثبتت كده، وبيخلصك من التوتر ومن القلق ومن العصبيه، وبيقضي على الارق، وبتنامي نوم هادئ، خاصه لو غسلت المواعين قبل ما تنامي على طول. في ردود جت جميله قوي. كان في قناه اسمها مطبخ فاتن صلاح بتقول لي وانا اقول الارق اللي عندي ده بسبب ايه، لان عندي غساله اطباق، وقعدت تضحك. وفي ناس كتير جدا خدوا الموضوع بهزار، في ناس قالوا فعلا احنا بنحس بكده وعارفين ان المواعين فعلا بتسبب استرخاء، وفعلا احنا بنلاحظ الموضوع ده. فغسل المواعين ده مزاج على فكره. ومفيش حاجه اسمها برد ومش برد، انت مجرد اصلا ما بتقومي تشتغلي والله كل البرد اللي عندك بيروح، كل السقعه بتروح. طول ما انت قاعده اصلا ما انت كده مش بتحركي جسمك، فمفيش طاقه حراريه، فجسمك بيفضل بردان. لكن اتحركي بقى وشوفي ما شاء الله بقى، شوفوا النظافه، يلا تشجعي بقى وقومي شوفي كده مطبخك عايز ايه. تمام يا بنات، كده خلاص الحوض بتاعي نظيف وزي الفل. ابدا بقى دلوقتي اعمل السمك. طبعا السمك ده كله انا مش هعمله النهارده، ده انا اعين شويه منه نصه تقريبا في التلاجة علشان اعمله في يوم تاني. خلاص، بس يبقى متنضف ويبقى متبل معايا جاهز، ويبقى كده عندي طبخه جاهزه في يوم تاني. من الحاجات اللي بعملها يوم السمك، بجيب مفرش بلاستيك زي كده احطه على الرخامه، وبعدين اعمل عليه دقيق عشان ما بهدلش الدنيا حواليا. شوفوا بقى الخلطه اللي انا هعملها يا بنات لسمك السردين عشان يطلع زي بتاع المطاعم. جبت دقيق وهحط عليه نشا، وبعدين هحط عليه شويه كركم زي ما انتوا شفتوا، وبعدين بعد كده هبدا اقليه في الزيت. ده بيخليه مقرمش وبيديله لون اصفر ذهبي جميل جدا زي ما انتوا شايفين في الطاسه كده. لونه جميل وطلع كريسبي خالص وطلع روعه. انا لما زوجي جابه، طبعا انا ما بروحش السوق خالص يا بنات، ما بعرفش اصلا اشتري، مش ما بروحش مثلا حاجه تانية، لا انا ما بعرفش اصلا اشتري حاجات، فزوجي هو اللي بيجيب الحاجات دي ربنا يبارك لي فيه. فلما جاب السردين قلت له طب انا مش هعرف اعمله ازاي. فصراحه دخلت على يوتيوبات كتير جدا، دخلت كذا فيديو واتعلمت منه، لقيت كله يعني اجمع ان هو دي طريقته يعني. خلاص، ده كده السمك طبعا بتاع رز الصياديه كلنا عارفينه. بنعمله كده، بنغمق البصله شويه. دي حاجه انا بعملها. العجينه اللي انا عملتها ده يا بنات، الدقه اللي بقيت حطيت عليها شويه دقيق وشويه ميه، وبعملها زي قرص كده اسمها بقلاوه السمك، بعملها برضو يوم السمك. هيلا خدت المفرش بتاعي كده ورخمت زي الفل، ولا طاسه دقيق ولا حاجه، حاجات بسيطه بس هتحتاج تلميع. والمفرش على الحوض هو نضيف، كل اللي فيه وقع عليه شويه دقيق هشطفه بالميه وانشفه، وبعد كده بستخدمه اعمل بانيه، اعمل اي حاجه يبقى عندي على الرخامه عشان الرخامه بتاعتي ما تتبهدلش، علشان لما تيجي تنضفي بعد لما تخلصي
ما تبقاش الدنيا متكركبه عليكي. والحمد لله الغدا بتاعنا طلع، وتحديت الميه القطعه وطلعت مطبخي زي الفل. بس استنوا علشان لسه في حاجات تانية. ده كده السمك، وده كده السمك البلط التاني، ودي البقلاوه هناك لو شفتوها، القراص اللي انا عاملاها. انا طالعه من المطبخ دلوقتي رايحه اتغدى. دي الحاجات بس اللي باقيه في الحوض، اللي هي مكان السلطه ومكان الحاجات بتاعه القليه وكده بس يا بنات. اوعوا تمشوا علشان انا دلوقتي هتغدى وراجعه لكم تاني. جيت بقى عشان اعمل معاكم المواعين. طبعا ايديا انا جيت من بره، ايديا زي ما هي خلاص ما غسلتهاش. هبدا على طول اعمل في المواعين علشان البيت ما يبقاش ريحته زفاره. في حاجات تستنى وفي حاجات ما تستناش. تمام. خدت من اللهلوبه برضو، انا مصره النهارده على اللهلوبه علشان ريحتها جميله وبتنضف قوي. خلاص. هبدا اغسل المواعين اللي في الحوض دي بمنتهى السهوله. انا غسلت المواعين معاكم دول من شويه وهغسلها تاني برضو. بس طبعا انتوا شفتوها النهارده معايا، اتشجعتوا تقريبا كده خلاص. فالمره دي انا هغسلها مع نفسي على السريع، غسلتها كلها وهشطفها علشان الصابون يتشطف معاكي بسرعه. شفتوا ان التصوير كان عن سريع. جبت ازازه الخل، رشيت على الطباق كلها قيمه مثلا نص فنجان بسرعه فوق المواعين، فبيشطف المواعين معاكي بسرعه ويعقم ويطهر ريحه الزفاره كمان اللي في الحوض. ده كده مواعين السمك ما بقيتهاش في الحوض خالص بسرعه، علشان مطبخك حد يدخل المطبخ يعمل اي حاجه تعملي عشان انت رايقه، يبقى الدنيا عندك هاديه وريحتها جميله. خلاص. دلوقتي كده يا بنات انا خلاص بسم الله ما شاء الله خلصت المواعين وقطست القليه خلاص خلصتها. باقي بقى التعقيم. بعمل ايه؟ بجيب يا بنات اللهلوبه على الخل علشان اعقم الحوض كله بعد السمك بالحاجات دي. لازم يوم السمك الاسبونشات لازم اغسلها بالخل برضو يوم السمك. كله هيتعقم ويبقى نظيف ومية مية زي ما انتوا شايفين كده، علشان تحس ان انت مطبخك رايق وهادي. هنشوف ايه الخطوة اللي احنا هنعملها تاني برضو دلوقتي. بعد ما نضفنا الحوض وعقمناه، هجيب بقى اعقم والمع باقي الحاجات اللي في المطبخ. ايه هي يا بنات؟ بجيب لهلوبة واحط عليها خل. حطيته الاول كنت جايبه اللي هي البخاخه فيها شويه خل على شويه لهلوبه على شويه جنرال للتلميع. ده كله كده لازم اعمله. كل قليه سمك لازم تعمليه في المطبخ، لان انت قليتي فبالتالي المطبخ كله طلع عليه دهون. هبدا دلوقتي المع الرخامه بتاعتي خلاص بالنفس بالخلطه دي، اديها كده تلميعه خفيفه يا بنات. وبعد كده هلمع الرخامه، هلمع ظرف المطبخ. عشان كده دايما الحمد لله رب العالمين مطبخي خالي من الدهون، لان اول باول بعمل الحاجات دي. فوطه نظيفه. تمام. خلاص. لان فوطه السمك كلها اتزفرت بتاعه اليوم كلها كده انتهت. هنشوف هنعمل برضو ايه دلوقتي. يبقى كده رخامتي بقت ما شاء الله معطره ونظيفه. هنيجي على ظرف المطبخ. هو الحمد لله مطبخي الحمد لله على كل حال طبعا راضيه بيه، صغير فهو الحته دي بس هعقمها. بعد كده الاستاذ بوتاجاز طبعا ده ضروري جدا، هعقمه دلوقتي وانضفه. وبعد ما هنضفه هتشوفوا برضو هيبقى بيلمع وزي الفل اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله. بقى فله. خلاص. هندخل بقى دلوقتي على ايه؟ هندخل على فوط المطبخ. هحطها واخمرها في شويه لهلوبه. اللهلوبه قويه جدا بتنضف برضو الاقمشه والدهون بتزيلها زي ما هي بتلمع برضو. هحط شويه لهلوبه عليها. خلاص. للاسف انا ركنتها دلوقتي لان ما كانش فيه ميه دلوقتي، فمش مشكله لما الميه تيجي انا احطها عليها. هنشف حوضي واغير الفوطه اللي انا دايما بحطها على الحوض عشان ما تبلش وانا واقفه، لاني ما بحبش قلت قبل كده ان انا البس مرايه المطبخ. هحط كده الفوطه زي ما انتم شايفين الجديده النظيفه عشان كل الحاجات الزفرات اللي في المطبخ تنتهي يا بنات. كده بقى سله الزباله كلها لازم افضيها حتى لو ما كانش فيها كتير، لان فيها بقايا السمك ما ينفعش ابدا باي حال من الاحوال تبيت في البيت. غيرت كيس الباسكت بتاعي. خلاص. بعد كده بقى يا بنات بعمل ايه؟ يوم السمك لازم حله على النار صغيره تحط فيها قرنفل، وتحط فيها ورق او تحط فيها قشر برتقان. لو ما عندكيش قشر برتقان ممكن تحطي قشر الليمون. لو ما عندكيش كده ممكن تحطي خل على ليمون برضو جميل. ممكن تحطي كيس فانيليا واحد ماشي على برضو ليمون عندك، وتغليهم كلهم يا بنات كده في الحله. البخار بتاعهم بيطلع في المطبخ ويملى البيت كله،
وبيلغي وبينهي اي ريحه زفاره. تمام يا بنات؟ الحركه دي لو عملتيها هتحسي ولا كانك كلت سمك، مطبخك نظيف. وما ننساش بعد السمك الشاي طبعا. شاي الصغيرين دول ليا انا لان انا مش كيفه ابدا، والتانية دي لزوجي. فانا دلوقتي عملت شويه شاي صغيرين ليا خفيفه كده بعد السمك، لان بعد السمك بيطلب على طول شاي. وخلاص دلوقتي كده يا بنات المطبخ بقى مع نفسه. اتمنى ان يكون الفيديو النهارده عجبكم يا بنات، وتكونوا استمتعتوا بيه وتكونوا استفدتوا. ما تنسوش الحلم اللي انا طلبته منكم في اول الفيديو. اتمنى الفيديو ده يوصل 5000 لايك من فضلكم. وبالليل عملنا شويه شعريه مسكره كده للولاد، حاجه ياكلوها. اتمنى يكون